السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع أحد المواطنين في منطقة بير أحمد. أستاذ حسين هيثم، ما هي الخدمات اللي تعانوا منها في منطقة بير أحمد؟ الخدمات يعني تعبانة من ناحية المياه والكهرباء يعني المويه له 6 شهور عندنا ما يعني مقطوع. ما أدري أي الجهات يعني المسؤولة على هذا. يعني المسؤول ما يتلمس هموم المواطن. ايش خدمات من هذا ما في. الكهرباء، المياه، الغلاء، كل حاجة يعني الخدمات تعبانة. هل المياه متوفرة في مناطق أخرى؟ المياه في مناطق أخرى للدور الثالث يعني بيقولون إنهم هذا في أنما، وفي هذا نحو الشيخ ونحو خور مكسر، وكلها المياه يقولون والتواهي والمعاشيق. هذا كل مسؤول يودي الماء إلى منطقته. كل مسؤول يعني المسؤولين بيشوفون منطقة فالمسؤول يودون لها المياه. الكهرباء يدون لهم مواطير. هذا يا أخي المواطن يعني غير مهتمين يعني بخدمات المواطن، خاصة بير أحمد. وخاصة بير أحمد. منعزلة عن العاصمة عدن نهائيا. طبعا يا أخي ليش؟ ما ندري ليش. ما عارفين تابعين. هي تابع عدن ولا تابع يعني المحافظة أخرى ما ندري، أو مش مواطنين يعني تبع عدن أو تبع الجنوب أو ما نحن دارين تبع من. صحيح. يلا نحييك، أنا أشكرك يا أخي على هذا يعني تلمس هموم المواطنين ويعني مشاكلهم وخدماتهم، وهذا نشكرك من الإعلامي حسين الشبحي، وشكرا لك. شكرا على الكلمة الطيبة اللي تقدمتها، ونتمنى أن تصل رسالتك إلى الجهات المعنية. معكم الإعلامي حسين عقيل الشبحي من منطقة بير أحمد. شكرا لك. شكرا. حياك.